اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست وكونتنت. وانا سماح. تخيل معايا وفكر معايا، حياتك عباره عن شويه مراحل. مرحله بتخلص بتسلمك لمرحله بعدها، والمرحله دي تخلص واللي بعدها. مراحل دي المدد بتاعتها مش ثابته، يعني ممكن دي تاخد لها 10 سنين، ممكن اللي بعدها تاخد لها شهرين بس. فالمدد مش ثابته، رتم المراحل مش ثابت. اللي بيحصل في كل مرحله انت مش عارف تتوقعه او مش هتقدر تتوقعه. تحس ان الحياة كلها هي عبارة عن المرحلة دي، فتحس بالتعاسة شوية او بالاحباط شوية، اللي هو انا حياتي ازاي هتكمل بالشكل ده، حتى لو انت فاهم ان حياتك مش كلها هتبقى في الكلية، ولا حياتك كلها هتبقى في ضغطة الشغل، ولا في السحلة اللي ممكن تسحلها مع عيلتك مثلا في اي موضوع، او مع واحد من صحابك مثلا. ساعات يبقى الواحد حواليه، يعني يجيلك فترة كده تلاقي حواليك صحاب كتير وحواراتهم كتير ومحتاج تبقى مركز معاهم كلهم، واوقات تانية تبقى مفيش اي حد خالص، صحراء، مفيش اي صحاب، مفيش اي حوارات، مفيش اي حاجة، الحياة سالكة مفيهاش اي حاجة. فالفكرة كلها ان احنا بنبقى متخيلين في اثناء ما احنا في المرحلة دي ان خلاص هي بقيت حياتي هتبقى في المرحلة دي، انا بقيت حياتي هتبقى مع الناس دي وبالشكل ده وبالرتم ده. فاللي بيحصل ان انا دايما ببقى عندي تطلعات او تطلعات ان انا عايزه ابقى احسن، او عايز امر بتجربه مختلفه عن المرحله اللي انا فيها دي. فهتلاقيني بدعي، هتلاقيني بسعى في حاجات تانية، هتلاقيني بفكر دايما وشاغل دماغي بالحاجه اللي ممكن تحصل تاني او مرحله جديده غير المرحله اللي انا فيها. اللي عايزه اقوله في الحته دي هو ان كل مرحله احنا فاهمين بتلقائيه الوضع كده ان كل مرحله فيها الحلو وفيها الوحش، فيها مميزات وفيها عيوب، بس مش فاهمين ان احنا ممكن نتعامل مع ده ازاي. طب ماشي، انا دلوقتي حواليا صحاب كتير وحواراتهم كتير وسحلني معاهم وما بريحش وتعمل لي اعصابي، فدي مرحله، وانا فاهم ومتاكد كويس قوي ان ما في دوام الحال من المحال، ان ما فيش حاجه بتدوم وما فيش حال هيفضل ثابت. فممكن النهارده انا حواليا فعلا ناس كتير وسحلني معاهم في حواراتهم، بس بكره ما يبقوش موجودين، او ما يبقاش في حوارات، او ما يبقاش في اي حاجه من الحاجات دي. فجاه هتلاقي شكل من اشكال النعم اللي كانت عندك راحت وجالك بدلها حاجه تانية مثلا. فهتلاقي ان المراحل بتتشكل وبتتكون بناء على الحاجات اللي المفروض انت تمر بيها دلوقتي. انت المفروض النهارده تركز على شغلك، فهتلاقي ان كل اللي بيحصل لك في حياتك في الفتره دي يخليك تركز على شغلك. انت المفروض الفتره دي بتجهز عشان تتجوز، فهتلاقي كل اللي بيحصل في حياتك بيأهلك او بيساعدك انك تتجوز. فاحنا فاهمين ده وفاهمين ان هي حاجه مش هتبقى دايما، بس دايما بنقع في حته اللي هو انا عايشه النهارده في مرحله، لكن دماغي رايحه ناحيه مرحله تانية، رايحه ناحيه يا اما حاجه في الماضي انا حزينه او ندمانه عليها او بفكر فيها، والاغلب هو ان انا ببقى بفكر في المستقبل، لان انا شخص طموح وعايز حياته تبقى احسن وعايز يطلع احسن نسخه من نفسه وكل الكلام اللذيذ ده. فهتلاقيني ماشي انا مؤمن بربنا وعارف ان هو اللي بينقلني من المرحله دي للمرحله دي، هو اللي بيقدر الاقدار، فبدعي ربنا دايما وتركيزي كله على اللي جاي، مش عايش النهارده. فالمشكله اللي بتحصل هو ان بتخلص المرحله دي، وبعد كده بتنقل المرحله اللي بعدها، اللي ممكن اكون دعيت بيها، اللي ممكن اكون بتمناها، اللي ممكن اكون كنت بحلم بيها وبشتغل علشان اوصل لها. اول ما اوصل لها هفقد بقى ميزه من مميزات المرحله اللي قبلها. يعني مثلا المايك كل شويه بيفصل، ودي حاجه بجد سخيفه. المهم، فجاه او بطريقه ما المرحله دي خلصت، انتهى وقتها او انتهت اللازمه منها او اهميتها، ولقيتي نفسك رايحه لمرحله انه لا، انت دلوقتي فعلا هتبقي لوحدك، وهتبقي ماشي دماغك رايقه، وعندك وقت لنفسك، وعندك وقت تشتغلي وتركزي وكواليتي تايم بقى وكل الحاجات اللذيذه دي. بس ما عندكيش صحاب كتير، او حتى لو عندك صحاب فهم معارف مش ساحلينك معاهم في حواراتهم الكتير، ما عندكيش احداث كده سسبنس كده فهتحسي وقتها اللي هو يا لو كنت وقت ما كان عندي الصحاب، وقت ما كان عندي اللمه، وقت ما كان عندي الحوارات، كنت مستمتعه بده. يا ريتني كنت مركزه في ده وعايشه فيه، يا ريتني كنت بعمله كده بحب وواخده منه كل حاجه حلوه فيه، بدل ما انا لا عشت وقتها ولا اتبسطت وقتها، ولا انا النهارده في الوضع اللي انا تمنيته وطلبته من ربنا قادره استمتع، لان انا برضو بص على الحاجه اللي فاتتني قبل كده، او بص على حاجه جديده قدام انا نفسي انها تحصل. فدايما احنا متشتتين
في فكرة الوضع اللي انا فيه النهاردة انا مش واخدة منه احسن ما فيه، انا مش مركزة فيه كويس عشان اخد منه الحلو بتاعه. دايما هبقى باصة على قد ايه هو مضايقني، قد ايه هو معطلني، قد ايه انا نفسي في اي حاجة تانية غير الحاجة اللي عندي دلوقتي. فكل تركيزي، كل دعائي، كل سعي على اللي جاي، مش على اللي معايا دلوقتي، مش على ازاي اشكر ربنا على الحاجة اللي معايا دلوقتي، مش على ازاي اقدر استمتع بالحاجة اللي معايا دلوقتي في اي وقت ممكن ما تبقاش موجودة. ودي الفكرة التانية اللي عايزة اكلمك فيها النهاردة، وهي استمتاعك بالحاجة اللي موجودة دلوقتي معاكي، بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي قبل ما تخلص. لان احنا متفقين ان هي مراحل وبتخلص، وان دوام الحال من المحال، وان مفيش حال هيفضل ثابت معاكي، والنعمة اللي انت ما بتبقيش حاسة بقيمتها وبتنفقي منها، يعني بتستمتعي بيها وفي نفس الوقت بتطلعيها للناس، بتطلعي منها للناس وعايشة كده فيها وباين عليكي النعمة دي، هتزول. وحتى لو من باب ان هي مش عشان انت مثلا ما شكرتيش النعمة او ما قدرتيهاش فهي مشيت، لا، هو اصلا السيكونس بتاع الحياة بيمشي كده، هي بتبقى مراحل بتسلم مراحل. النهاردة انا مطلوب مني حاجة معينة، دور معين، فعلشان أأديه لازم يبقى المرحلة اللي أنا بمر بيها في حياتي ليها الشكل ده، الشكل ده من الحياة، الشكل ده من الناس اللي في حياتي، الشكل ده من الريتم بتاع الحياة. فالشكل ده مش هيفضل طول العمر، هيخلص الدور ده وهيجي دور بعده وهيبقى بشكل مختلف، برتم مختلف، بطريقة مختلفة. فاللي عايزة أقوله في النقطة التانية دي هو إن أنا أركز، اللي عايزة أقوله في النقطة دي هو إن أنا أستمتع بالحاجة اللي موجودة معايا دلوقتي في المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي، بغض النظر المرحلة دي إيه، ماليش دعوة المرحلة دي مقارنة بحياة أي حد تاني أو باللي أنا نفسي فيه حتى. يعني أنا نفسي يبقى عندي حاجات أكتر من كده، أو متخيلة شكل حياتي يبقى واخد شكل تاني غير اللي أنا فيه دلوقتي. بغض النظر عن ده، اللي أنا محتاجة أعمله هو إن أنا أتبسط وأركز مع الحاجة اللي عندي دلوقتي، مع المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. إيه الميزة اللي فيها؟ إيه الحاجة اللي طاغية عليها وأقدر أوصل بيها المرحلة دي؟ يعني أنا دلوقتي في مرحلة هادية، مركزة مع نفسي، أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية، مفيش حواليا ناس كتير، علاقات سطحية معظمها، معظم الوقت بقدر أقضيه مع نفسي، معظم الوقت بقدر أشتغل فيه على نفسي، ما عنديش الحمد لله، يعني ما عنديش مثلا الحاجات اللي هي سحلاني بره اختياري أو بره رغبتي. المرحلة دي في وقت من الأوقات كانت حلم بالنسبة لي، كان نفسي تيجي من كتر ما كنت ببقى أنا شخص مالتي تاسكر جدا، ودايما طول الوقت عايزة أعمل حاجات، ودايما ما ينفعش أعمل حاجة واحدة، لازم أعمل حاجة وجنبها حاجة تانية وجنبها حاجة تالتة، وأفكر في الحاجة الرابعة اللي لسه هتتعمل بعدهم. فدايما دماغي فيها مليون ألف حاجة، ودايما عايزة أعمل أكتر من 1000 حاجة. فده كان بيخليني يديني إحساس الإنجاز، ده كان بالنسبة لي إحساس حلو وبيشبعني شوية أو بيهديني شوية إن أنا بعمل حاجة. بس مع الوقت بتحسي إن أنتي مستنزفة، بتحسي إن أنتي مش عارفة تعيشي حياتك بشكل هادي وبسيط. فكان حلم بالنسبة لي إن أنا تيجي عليا فترة أو مرحلة أبقى قاعدة فيه هادية ورايقة، دماغي كده مع نفسي، بشوف إيه الحاجة اللي أنا عايزة أشوفها، بتعلم الحاجة اللي أنا عايزة أتعلمها، بعيش يومي بالطريقة اللي أنا بحبها ومريحاني. ما عنديش ناس ملزمة ناحيتهم بأي حاجة، فبالتالي إحساس من الحرية النفسية كده لذيذ قوي. فالمرحلة اللي أنا فيها النهاردة دي كانت حلم بالنسبة لي قبل كده، بس اكتشفت وأنا فيها إن أنا دايما برضو دماغي رايحة ناحية طب ماذا بعد؟ طب إيه اللي بعد كده؟ طب ما أنا نفسي برضو يبقى عندي 1 2 3، طب أنا نفسي أعمل كذا 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 في حياتي، نفسي يتحقق لي كذا كذا في حياتي. ودماغي وسعيي ودعائي وكل حاجة بفكر فيها من ساعة ما بصحى لغاية ما بنام رايحة ناحية، أو معظم مش كل، رايحة ناحية الحاجة اللي هي مش معايا دلوقتي بس أنا نفسي تبقى معايا قدام. وقفت كده شوية وقعدت أفكر في الموضوع إنه طب وأنا إمتى هعيش؟ يعني إمتى هتبسط بالحاجة اللي معايا؟ إمتى هيبقى في الفيز اللي أنا فيها دلوقتي دي، بالمعطيات دي، بالريتم ده، بكل اللي فيه، بالناس اللي فيه، بالتاسكات اللي فيها، باللا شيء اللي فيه،
ومع ذلك انا مستمتعه ومبسوطه ومركزه فيها. فلما المرحله دي تخلص ويجي مرحله تانية مختلفه عنها اللي ممكن اكون كنت بحلم بيها او بتمناها او بدعي ربنا بيها، بس لما دي تحصل ابقى ما ببصش ورايا، ما بقولش فاتني، ما بقولش اصل انا كنت في كذا. مش فاتني علشان ما جاتليش، لا، هي كانت عندي، هي كانت عندي، بس انا ما عشتش فيها، انا ما ركزتش فيها قوي. فخلصت وراحت باللي فيها، وجت مرحله جديده عايزه مني دور مختلف. فاحس الوقت من الاوقات اللي هو انا ببص على اللي كان عندي، مش اللي كان نفسي يبقى عندي، هو كان عندي اوريدي، وعماله اقول طب انا ليه ما عشتش فيه، انا ليه ما حس يعني ما شبعتش منه، ليه ما حسيتوش واستمتعت بيه كده وعملت معاه كواليتي تايم فعلا. هو احنا ليه بنسميه كواليتي تايم؟ عشان هو وقت ليه قيمه فعلا، عشان هو ده اللي بيعمل عمرك، عشان هو في اخر عمرك لما تيجي تفتكر كده المشاهد بتاعتك هتفتكر الوقت اللي انت كنت عايش فيه باحساس قوي، اللي انت كنت بتعمله من قلبك وكنت مستمتع بيه. وده هيودينا للنقطة الثالثة او الفكرة الثالثة اللي عايزة اتكلم معاكي فيها النهاردة، وهي ان تركيزك هو ثروتك. مؤسسات وشركات ورجال اعمال وناس كتير جدا بيدفعوا ملايين علشان ياخدوا تركيزك او تركيزك، عشان هي دي العملة اللي شغالة دلوقتي. اللي عايزة اقوله هو ان التركيز بتاعنا هو بجد العملة اللي معانا القيمة جدا جدا. ده الكواليتي، دي القيمة الكبيرة اللي شغالة دلوقتي في الزمن ده. تركيز بمعنى ان انا ابقى لو انا دلوقتي باكل انا مركز في الاكل، مركز، انا كلي موجود مع الاكل اللي انا باكله، مشغل الحواس بتاعتي كلها مع الاكل اللي انا باكله. لو انا دلوقتي بسجل فيديو فانا مشغله الحواس بتاعتي كلها مع الفيديو ده ومع الموضوع اللي انا بتكلم فيه وبطلعه او بتكلم فيه بجد من قلبي من تجربه حقيقيه. لو انا دلوقتي بشتغل، لو انا دلوقتي قاعد مع واحد صاحبي او قاعده مع واحده صاحبتي او بديها تركيزي كله، بسمع لها بجد، مش علشان افكر انا بعد ما هخلص معاها القعده دي انا هروح اكل ايه ولا هنروح نعمل ايه ولا هروح ورايا ايه. ما ببقاش مثلا في الشغل وبفكر طب انا لما اروح هخلص ايه او عندي مشاوير ايه النهارده. في فرق ما بين ان انا بحدد مثلا صحيت الصبح كتبت ان انا عايزه اعمل 1 2 3 دي اهم الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده، عشان الدنيا ما تبقاش برضو ايه متشتته، محتاج يبقى في شيء من الروتين او شيء من التنظيم. بس انا كتبتهم وخلاص ومشيت بقى في يومي. الحاجه اللي انا بعملها انا بركز فيها، هي دي بس، دماغي مش رايحه لاي حاجه تانية. وعلى فكره الحاجه دي بجد على قد ما هي تبان انها سهله وعلى قد ما في ناس كتير اتكلمت عنها، بس بجد هي في تنفيذها صعبه جدا. هتلاقي ان انت وانت بتاكل عايز تمسك الموبايل، عايز تمسك الموبايل وتشوف ايه الجديد، ايه اللي حصل، عايز حاجه تشتغل عشان تسليك. وانت مسافر في السفريه اللي المفروض تفصل فيها انت دماغك بتفكر في الشغل لما ترجع هتعمل فيه ايه وهتحل المشكله دي ازاي وهتتعامل مع فلان اللي كان مضايقك ازاي. وانت قاعده مع عيلتك مثلا بتتكلموا او بتتناقشوا في اي حاجه المفروض ان ده يبقى كواليتي تايم، لا احنا قاعدين ماسكين الموبايلات وبنبعت لبعض مسجات بس ما بنتواصلش مع بعض كده بشكل دايركت. فهتلاقي ان انت بتعيش كل مرحله في حياتك هي بتحصل، هي اوريدي بتحصل، انت مش عايش فيها، مش قادر تركز فيها، انت دايما باصص على ايه اللي بعد كده، ايه اللي انا نفسي فيه يحصل، ايه اللي ناقصني. مش هتحس ان انت عشت فيه بجد غير لما تركز في كل حاجه لوحدها بكامل تركيزك. لو انا النهارده معايا فلوس، طب هل انا فعلا استمتعت بالفلوس دي؟ مش بعزقتها، مش صرفتها وخلاص، لا انا استمتعت بيها، يعني استمتعت باحساس ان انا عندي مثلا حريه ماليه، اقدر اجيب الحاجه اللي انا عايزها، اقدر احوش، اقدر اتصدق اكتر، اقدر استثمر ولو بجزء بسيط. قدرت اعيش في مرحله ان انا معايا دخل وقادر استمتع بيه، ولا كان كل تفكيري اصل دخلي قليل، اصل انا عايز اكتر، اصل فلان مش عارفه عمل ايه وانا مش عارفه اعمله. لا مني عشت في اللي فات لما كانت الحاجه دي معايا، ولا مني عندي اللي جاي لان انا معرفش هو جاي ولا لا، وحتى لو جه هو لسه مش موجود دلوقتي. ولا مني عايش دلوقتي حالا في الحاجه اللي معايا دي. لو انا النهارده ما عنديش دخل او دخلي قل كتير لاي سبب من الاسباب، عندي ايه تاني؟ عندي ايه نعم تاني ممكن استفيد منها؟ حتى فكره ان دخلي قل او ما عنديش دخل، ايه ازاي ممكن اتعامل معاها او ازاي ممكن تعلمني
او اقلل رغباتي او اقلل استهلاكي عامه. ازاي ممكن ده يغير في تفكيري وفي شخصيتي؟ يعني ساعات اللي بيعلمنا هو ان احنا نتحط في فكره حرمان شويه، اللي هو يعني الفكره اللي عايزه اقولها هي ان انت عندك النعمه الفلانيه ايا كان، مثلا شريك حياه ممتاز فاستمتع بيها. ما عندكش شريك حياه ممتاز او ما عندكش شريك حياه اصلا، استمتع بيها. معاك فلوس، استمتع بيها. ما معكش، استمتع بيها. استمتع بالحال اللي انت فيه النهارده. استمتع بمعنى ان انا هركز في الحاجه اللي عندي دلوقتي واعيش فيها. انا دلوقتي بشرب ميه، انا هركز في الميه اللي انا بشربها واحس بيها واعيش بحواسي كده معاها. انا دلوقتي قاعد مع عيلتي، مركز معاهم ومديهم كده كل اهتمامي، مش قاعد معاهم ودماغي في حته تانية. الحاجه اللي بتخليك ايا كانت المراحل اللي انت بتمر بيها في حياتك، شكلها من بره يبان ان هو عطاء او منع، انت في كل الاحوال معاك او ما معاكش قادر تشوف ايه الحلو في الموقف او في المرحله اللي انا فيها دي، وازاي ممكن اتكيف معاها واتعامل معاها واشوف منها احسن حاجه ممكن تحصل. فلما المرحله دي تخلص ويجي مرحله تانية جديده مختلفه فيها معطيات جديده فيها رتم مختلف، هلاقي ان انا قادر اتعامل معاها بشكل كويس برضو، قادر احس بالميزه اللي فيها، قادر اعيش في كل لحظه فيها. صح، وادعي واسعى، بس خلي ده جزء من اليوم. يعني بقيت اشوف ان انا اخلي ده جزء من اليوم، وابقى مصدقه في الفكره دي برضو، لان انا نفسي فيها اللي لسه ما جاتش دي. بس في نفس الوقت ده ما يمنعنيش ان وانا بعمل الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي اركز فيها، اكون حاضر فيها، تركيزي كله فيها. وان من الحكمه ان انت تسيب نفسك مع الفلو، مع المرحله دي عايزه منك ايه او شكلها ماشي ازاي. ما تقعدش تصارع وتفكر ازاي انا ممكن اخرج منها، او انا رافضها، او انا مش عايز افضل في الحته دي كتير، او يمكن هي تفضل كده بقيت حياتي. لا، هي مش هتفضل كده طول حياتك. المرحله اللي انت فيها دلوقتي دي هتخلص وهتيجي مرحله تانية شكلها مختلف، الريتم بتاعها مختلف، الناس اللي فيها مختلفه، المعطيات اللي فيها مختلفه، كل حاجه فيها مختلفه، لان الدور اللي هيبقى مطلوب منك وقتها هيبقى مختلف. امتى ده هيحصل ربنا هو اللي عارف. بس اللي احنا عايزين نأكد عليه هو فكرة، او اللي انا عايزة اشاركه معاك النهاردة، والحاجة اللي كانت بجد شغلاني الفترة اللي فاتت جدا وتجربة شخصية بالنسبة لي، هي فكرة اي حاجة انا بعملها النهاردة اركز فيها. بتبقى عاملة زي العضلة بتتمرن معاك مع الوقت. يعني في الاول بيبقى الموضوع صعب، اللي هو لا انا مش قادر، انا لازم امسك الموبايل، انا لازم اعمل حاجة، انا لازم بص، بالذات الشخص اللي هو متعود يعمل 50,000 حاجة في نفس الوقت ده، يا لهوي لازم يعمل حاجة، مش قادر، مش هيقدر يكمل، مش قادر يركز. بس كام داون بالراحة. معلش هنكمل الفيديو ده للآخر. الفيديو ده اللي هو مدته مثلا ربع ساعة انا هكمله للآخر، مش هعمل اي حاجة تانية، انا هركز في الكلام ده كويس قوي. فهتلاقي ان هي مع الوقت في الاول طبعا بتبقى صعبة، في الاول بتبقى مستحيلة، يعني اللي هو انت مش قادر، ده ادمان، نوع من انواع الادمان، ان انا ابقى متشتت وابقى تركيزي مجرد 3-4 ثواني وخلاص. بعد كده بتلاقي ان لا، انت بتقدر تكمل فيديوهات طويله لمده ساعه وساعتين. ده عن تجربه شخصيه، انا كنت الشخص برضو اللي هو ما يقدرش يشوف فيديو كده اكتر من 3-4 دقايق، ودي كانت بالنسبه لي رقم. بس النهارده الحمد لله بقيت بحب قوي فكره البودكاست اللي هو ساعتين عادي، وابقى مستمتعه جدا ومندمجه معاهم جدا، وحاسه ان انا قاعده معاهم في المكان، حاسه ان انا عايزه اللي هو ادخل اتناقش معاهم، يا جماعه انا عايزه اقول الجمله دي او عايزه اقول السؤال ده. فابتدي اعمل الكلام ده على الحاجات اللي تكون بتحبها. يعني انا بالنسبه لي عشان بحب فكره اني اتعلم او فكره البودكاست، فبالنسبه لي ده مجال هقدر ان انا اصبر عليه، هقدر اقاوم الحته بتاعه التشتت دي، والحته بتاعه المالتي تاسكر دي، والحته بتاعه انه انا لازم اعمل 60,000 حاجه في نفس الوقت. هقدر اقاومها لان الحاجه دي انا حباها، المحتوى ده انا بحبه، وطريقه الشخص اللي بيتكلم ده عجباني مثلا، والفكره نفسها انا حباها. فهقدر اصبر شويه وامسك نفسي لغايه اما اخلص نص ساعه، وبعد كده اخلص ساعه، وبعد كده ساعه ونص، وهكذا. مع الوقت بتلاقي ان هي فعلا عضله، بتلاقي فعلا ان هي بقت، لا صبرك بقى اطول، خلقك بقى يعني مرن شويه، نبطأ شويه رتم الحاجه اللي انا بعملها عشان اقدر اركز فيها.
اي حاجه بتتعمل بسرعه بلهوجه باستعجال مش هبقى مركز فيها، هيبقى في الغالب دماغي في حاجه تانية، هبقى في الغالب عايزه اخلص منها عشان اشوف اللي بعدها. لكن عشان اتاكد فعلا ان انا مركز فيها ومستمتع بيها وعايش كده اللحظه مع الحاجه اللي انا بعملها دي، ابطئ الريتم بتاعها شويه. فلو انا بقرا قران مثلا، بدل ما يبقى ورد ثابت تاسك بعمل عليه صح، اللي هو انا خلصته علشان اشوف غيره، خلصته علشان اخد الاجر بتاع الايات دي وخلاص وهجري اشوف ايه اللي ورايا، لا، ببطئ الريتم بتاعي شويه، بركز شويه مع الايات، احاول ادور دي معناها ايه كده، اعيش مع الحاجه اللي انا بعملها. جيت استعد علشان هروح اصلي، فبدايه من الوضوء اتوضى بالراحه، ابطئ الريتم. جيت اصلي اركز في الكلام اللي انا بقوله، ابطئ الريتم بتاعه علشان اقدر استوعبه واقدر ابقى حاضر فيه ومركز فيه. فخدها قاعده كده، ان اي حاجه بتعملها بسرعه وبلهوجه وكذا حاجه جنب بعض ومتشتت ودماغك في حته تانية، انت عمرك ما هتبقى مركز، عمرك ما هتستمتع، عمرك ما هتبقى عايش فيها. هتخلص وهيجي غيرها ومش هتحس اللي هو انا كان عندي الحاجه دي ومعرفتش اتبسط بيها، ما شبعتش منها. هتحس بالكواليتي، هتحس بجوده الحياه، هتحس بجوده العلاقات، هتحس بجوده الحاجه سواء عندك او مش عندك، لان انت هتشوف ايه الميزه اللي موجوده النهارده وازاي ممكن اتعامل معاها بسبب تركيزك ده. فبس كده، ده اللي كنت عايزه اتكلم فيه النهارده، ويا رب تكون استفدت من الكلام ده او حسيت ان هو شبهك، او تقدر انك تلاقي منه حاجه شبهك وتقدر تطبقها في حياتك وتقدر تستفيد منه. فشكرا ليكم ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، وان شاء الله هنحاول نمرن بعض ان احنا نكمل الفيديوهات الطويله دي مع بعض. لو عجبك او عجبك اعملوا لايك، سبسكرايب، شير، كومنت، اكتبوا لي رايكم، تشاركوني بافكار جديده عايزين نتكلم فيها، قولوا لي اي حاجه حلوه في الحياه، انا هتبسط بده جدا. وسلام.